السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم يا جماعة عن حاجات كده بتحصل في السوشيال ميديا والحاجات دي يعني احنا كلنا يعني اذا كان شباب ولا بنات، بس النهارده هتكلم على الموضوع اللي هو بشوفه سامحوني يعني، ما تاخدوش الكلام ده ان انا بتكلم يا جماعة معاكم كأخ، واللي يعرف يوصل معلومة لأخوه يعني ايا كانت المعلومة دي يوصلها له بأسلوب كويس، دي حاجة كويسة على فكرة، مش حاجة بتزعل يعني. وال واحنا يعني بنكمل بعض، بس في حاجات انا بشوفها يعني في البنات، وانتوا محترمين ومؤدبين وبنات ناس وكل حاجه، وعارف والله انه الحاجات دي بتحصل منكم يعني عن دون قصد، يعني انتوا ما تعرفوش، يعني انتوا يعني في بنات كتيره انا اعرف ان هي بتعمل حاجات لو هي تعرف ان الموضوع ده حرام، والحاجات دي مثلا هتخليها ان هي ترتكب ذنب والكلام ده، هي هتبعد عن الفعل ده، انا متاكد من كده والله، محسن الظن فيكم لابعد الحدود. وواجبي برضو ان انا يعني لو عرفت حاجه انقلها لكم واقولها، لانه انا ربنا هيحاسبني يوم القيامه. يمكن الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده ده موضوع يمكن ناس كتيره تشوفه تافه بسيط، وانت ايه اللي بتتكلم فيه ده في مواضيع كتيره جدا مهمه، بس انا الموضوع ده بحس ان هو مهم بالنسبه لي لحاجه، لانه المرأة يا جماعة، الست مش عفة في الشارع بس، يعني الست مش عفة في الشارع بس، مش إن هي تلبس طويل وما تحطش حاجة في وجهها، وما تحطش عطر الكلام ده. حتى في السوشيال ميديا المرأة ليها عفة، طبعا ليها عفة. ازاي؟ لما يا جماعة نشوف منشور أو بوست بتنزل لفنان أو مطرب أو أي حد، ونشوف البنات، وعارف والله متأكد إنه أنتوا لا تقصدوا حاجة، يعني هو يعني ايه، انتوا بتقولوا الجملة يعني مثلا انت قمر، انت عسل، انت اي حاجة، في تعليقات بتبقى بصراحة ما تزعلوش منه مستفزة يعني، بس هحسن الظن فيكم، ومش كل البنات بتعمل كده، والبنات اللي هي بتعمل كده دول اخواتنا وعلى راسنا برضو، وانا بحبهم في الله، وعشان كده انا بنصحهم. اللي حضرتك بتعمليه ده يعني انت بتعمليه عشان محدش شايفك، فانت فاكره ان الموضوع بالنسبه لك عادي، دي نقطه. الحاجه التانية انت بتعمليه فاكره ان الموضوع ده عادي اصلا، يعني ده ما فيهوش ذنب، يبقى حضرتك غلطانه. ليه بقى؟ لانه انا عامل صفحه على الفيسبوك وهميه، علم افتراضي، اي حاجه، في حاجه اسمها نيه في القلب، وفي حاجه اسمها انه بعد النيه ما وقره القلب وصدقه العمل. انا عملت حاجه كده، كتبت كومنت، الكومنت ده كتبته طبعا لا يرضي الله، اكيد. يا جماعه انتوا متخيلين انه انت بنت بتعاكس ولد او بتعاكس شاب او بتقول كلام حلو، يعني هي ما تقدرش تعمل الكلام ده في ارض الواقع، لانه هي محترمه وبنت ناس، بس هي بتعمله في العالم الافتراضي وتفتكر ان الموضوع سهل. لا، هو مش سهل ولا هين، ومش جاي اكلمك انا النهارده في احكام شرعيه، لا، انا جاي اكلمك في اصول احنا تربينا عليها واعتدنا عليها. واجمل ما في المرأة الحياة والعفة، اجمل ما في المرأة الحياة والعفة. يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها الزهراء البتول تقول افضل شيء للنساء الا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ده من الافضل، من الافضل يعني، بس اذا جبرت تنزل السوق تشتغل الحاجات دي. وانا مش بتكلم في انه، مش دايرتي انه انا اتكلم في انه هي تشتغل ولا ما تشتغلش، بس انا كان تعقيبي في النقطه البسيطه دي. فاللي انتوا بتكتبوه ده بيبقى حرام، ده موضوع مش سهل على فكره، ويا رب تيجي تتقدم لي وانا مستنياكل، ده كله حرام يا جماعه. يعني احنا مسلمين، يعني في حاجه اسمها حرام وحلال، في حاجه اسمها قيم، في حاجه اسمها ما يصحش ان انا اكتب كده. بصراحه انا بتزعلوش مني، بزعل يعني لما بشوف كومنتات زي كده، بزعل ليه؟ طيب يعني
حاجة تزعل بصراحة. عشان كده أنا كلمت في الموضوع ده. وفي موضوع تاني كمان، يعني بصراحة الشخصيات دي بتصعب عليا لو هم بيتخيلوا بجد ان هم هيرتبطوا بالناس دول. يعني انت بتتخيل ان انت الفنان ده ان هو نازل من السماء. لا، ما الفنان ده زيه زيك، الممثل ده زيه زيك، المغني ده زيه زيك. مفيش، بس انت عايش في خيال، بس عايش في خيال وعايش في لقطات هي لا يمكن هي هتحصل في ارض الواقع، بس الحياة مش كده. تمام. فنخلي بالنا بالله عليكم، يعني نحاول نكتب حاجة ما تمسش لينا احنا، ولا تمس اهلنا ولا اي حاجه، لان الموضوع ده مش سهل. الموضوع اللي بكتبه ده مش سهل. وخدوا بالكم ان انتوا بتاخدوا ذنوب على كده. يعني الذنب ده يعني هتقول لي انا نيتي سليمه، لا. في يعني انت شخص، ما انت كده بتعكسيه. يعني انت كده بتعملوا موضوع، اعتبروا ان انتوا بتعملوا موضوع في ارض الواقع. انت هتقدري تعملي كده؟ مستحيل تعملي كده. طب ليه؟ ما هو بس انت في الحته التانيه ما حدش بيبقى شايفك، فانت بالنسبه لك عادي. بس وحبيت بس اقول لكم الكلمتين دول. ما تزعلوش مني لو انا تقلت عليكم في الكلام، بس انا عشان بحبكم والله وعاوز مصلحتكم. واشوفكم على خير.